سلام سلام، صحة فطوركم وصحة رمضانكم إن شاء الله يا ربي يلقاكم الفيديو تاع اليوم بأحسن الأحوال. طلعت عليكم كالعادة والعوايد بفيديو جديد وبأحلى راقية وبربع مكونات فقط بالبقايا اللي بقاو لكم تاع لي جاتو. تقدروا تشكلوا هذا الجاتو الرائع شكلا ومذاقا. هذا الجاتو ما يطيبش ويجيبني بزاف بزاف كما قلت لكم بربع مكونات فقط، ويوجد في تقدر تقولوا ربع ساعة. اذا هنايا واش عندي الدجول. اول حاجه عندي باكي تاع الدجول، قصيتهم بهذه الطريقه وراح ندخلهم يتحمروا. جيست ما يتحمروا شويه برك ننزلهم ونفتفتهم. هنا بعد ما فتفتهم تحصلت على هذا الفتات. شوفوا كيفاش جاي، يعني نص بيض ونص حمر. هكا نحبوه باش نديرو به الكاتو تاعنا. كمكون ثاني نحتاجو الكاوكاو ولا اي يعني مكسرات يكونوا عندكم. انا كاوكاو كما راكم تشوفوا كسرته خشين، وعندي زوج مغارف كبار نتاع حلوة الترك ولا حلوة طحينية ولا حلوة جلجلانية، يعني كل واحد كيفاش يسميها. اذا هنايا نخلطوا المكونات الثلاثة مع بعض. وعندي مكون رابع اللي هو شوكولا هنايا راح نستخدمها شوكولا دادا. هنايا استعملت 250 غرام لمتلي باكي تاع ديول، يعني هاد المكونات كامل. أنا بعد ما ذوبت الشوكولا تاعي في بالماغي وراني نخلط يعني باش نتحصلوا على الكاتو تاعنا. هنايا إذا كنتوا في يعني فصل الشتاء وراح تجمد معاكم شوكولا، هنا للأمانة درت المرة الأولى 150 غرام تاع شوكولا وما كفاتنيش، راح نزيد حتى نوصلها ل 250 غرام. هنايا بعد ما يعني خليت هذه تستنى ورحت نذوب الشوكولا تاعي، حطيت الخليط نتاعي في بالماغي وخليته يعني باش الشوكولا تاعي تتفتح. وهنايا ضفت لها الشوكولا المتبقيه. راح نخلط حتى نحصل على هذا الخليط، ونكون يعني وجدت ديجا دي مول تاع سيليكون، يعني اي مول موجود عندكم. انا عندي المول تاع الكيكات وعندي واحد لي مول هكا تاع هادو اللي قدامكم كما راكم تشوفوا راح نستعملهم. هنايا كي تستعملوا هذا الجاتو لازم ثم تبداو يعني تحطوه في لي مول تاعو، لانه يجمد الشوكولا تجمد بسرعه. راح نهز بشويه ونحط ونسوي يعني هذاك السطح تاع المول تاعنا. من بعد راح ندخلوه، يعني انا المره الاولى ما دخلتوش للثلاجه، حطيته في ساعه جمد. لكن شفت باللي هذاك المول ماهوش راح يتراصى هذوك الخطوط كيما تحطوه في الثلاجه لمده 5 دقائق، يعني ماكسيموم في ساعه راح يجمد معاكم. راح نكمل عمر المول تاعي هذا ونزيد المول تاعي دوزيام دوك تشوفوه تاع كيكات، وندخلو للثلاجة لمدة 2 دقائق 3 دقائق ونخرجو ونشوفو مع بعضنا التزيين. بالنسبة لهذه الحلوى راح تجي بنينة بزاف بزاف، راح تجي ثاني مقرمشة للناس اللي يحبوا يعني تقرميش تاع لي جاتو، واكيد ماكمش راح تستغناو عليها وحتى في اي عيد، خاصة كي يبقاو لكم هذوك مستلزمات تاع الحلويات شوية شوية وانتم درتو جاتو. وما شاء الله يعني كمية لبس بيها، خاصة إذا كانوا ليمور تاعكم صغار. أنا ليمور تاعي كبار هزوا ما شاء الله وديروا لي حبيبات لبس بيها، داروا لي 18 حبة في ليمول يعني كانوا شوية كبار. هذا هو المول اللي وريته لكم الثاني اللي استعملته. هنايا المرة الأولى جيت نحيه كما راكم تشوفوا، هنا مازال ما دخلتوش للثلاجة وجمد معنا، وليت رحت حطيته في الثلاجة وعاود خرجته. شوفوا كيفاش ديموليتو فاسيلمون ويخرج يعني باين. هنايا راح نوري لكم، شوفوا كيفاش. وهنا جيت نزينه. بالنسبة للتزيين أكيد يكون اختياري. جبت سوبر كريم بذوق الفراولة، حطيت في هذوك ليتروب، وعندي شوكولا نواغ هنايا ذوبتها، وراح ندير هذه الخطوط العشوائية. هذا هو الجاتو تاعنا ساهل ماهل بربع مكونات وتكوني وجدتي زوز صحن ولا زوز انواع من جاتو. هنايا راح نحطو في الكيسات ونحطو ان شاء الله يعني في صحن التقديم.
شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم الحلوة. اللي جربها أكيد راح يخلي لي تعليق محفز باه الناس كامل تجربوها. والله يعني هاد الحلوة ما كمش راح تستغناو عليها. أنا هنا نقولكم دمتم أوفياء لقناتي صحة سحوركم، وإلى اللقاء في فيديو جديد. سلام.